إرهابيين. نسول عليه شكون هو هذا؟ وقال لي وبن موسى وآخ الناس لا يرفضكم. ما خايفين. السلام عليكم، معكم الأستاذ وجيه شعيب، متقاعد، عضو الكتابة الوطنية ضمن التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التعليم المقصيين من خارج السلام، المضمن في اتفاق 26 افريل 2011. احنا كتنسيقية كناضلوا من اجل ارجاع حق المواطن في الترقية خارج السلم. هاد اسوة بالاخوان ديالنا اللي كانوا يستافدوا في الوظيفه العموميه من خارج السلام في وزاره العدل، وزاره الماليه، وزاره الصحه. هاد احنا كنطالبوا بالاثر الرجعي المادي والمالي وبطبيعه الحال مع السنوات، يعني اننا في العمر. دونك حنا بالنسبه لنا كنطالبوا بالاثر الرجعي، وكان سميتو حنا شيوخ التربيه اللي حنا عانينا، وبطبيعه الحال حنايا كنتسناو من خير من هذا الحوار اللي داز مؤخرا في اتفاق ديال 10 دجنبير بين النقابات والحكومه بمختلف وزاراتها، الا اننا لقينا رؤوسنا مره اخرى اننا مقصيين، وهذا الاقصاء بطبيعه الحال لا يشملنا بطبيعه الحال ولا يعترفوا بما قمنا به لهذا الوطن. تحيه نضاليه. تمان رحموني، المنسق الاقليمي الاساسي دوائر الدعم المفروض عليهم تعاقد مديريه تحيه الحسني. اذا هذا الشكل النضالي هو استمرار في تنزيل البرنامج النضالي ديال الشغيله التعليميه التي عبرت فيه عن وجود يعني ديال الاساتذه منقطع النظير غير مسبوق، يعني على مستوى جهه الدار البيضاء 16 ملاحم بطوليه تفجر من طرف التنسيقيه لا الوطنيه الاساتذه المفروض عليهم تعاقد، لا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لا باقي التنسيقيات المناضله. مطالبها معروفه، هو اسقاط النظام الاساسي، اسقاط مخطط التعاقد، الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، استجابه لكل الملفات الفئويه. ما تذهب اليه الدوله في شخص الوزاره والحكومه وغيرها من الفرقاء بما فيهم كذلك البيروقراطيه النقابيه، ومحاوله الالتفاف على مطالب الشغيله التعليميه واختزالها في مطالب الزياده في الاجور. نرفض جمله وتفصيلا مخرجات اتفاق 10 دجنبير باعتباره اتفاق محاوله ديال الالتفاف وتبيان ان نضالات الشغيله التعليميه هي مجرد نضالات انتهازيه من اجل زياده طفيفه في الاجور. نرفض ذلك. نضالنا مستمر الى حين اسقاط النظام الاساسي، الى حين ادماج في سلك الوظيفه العموميه، اسقاط مخطط التعاقد، استجابه لمطالبنا ديال الشغيله التعليميه التي عمرت هذه المطالب لازيد من 20 سنه، وكاين فئات تناضل في الشارع. اليوم المسؤول الاول على هذه المشاكل اللي في قطاع التعليم هو اللي رهان البلاد للمؤسسات الدوليه، وجعل من قطاع التعليم مجالا لتنزيل تلك التوصيات بالخوصصه ديال التعليم، بتفكيك الوظيفه العموميه، بالخوصصه ديال الصحه، بتفكيك الوظيفه العموميه من داخل قطاع الصحه، وضرب كل الخدمات الاجتماعيه، وضرب القدره الشرائيه ديال الابناء المغاربه. هاد الناس راهم كيمصوا الدم ديال المغاربه. المواد الغذائيه واصله لاسعار صاروخيه، التعليم يخصص، الصحة تخصص، الوظيفة يتم القضاء عليها، استغلال أبشع استغلال لكل المغاربة، سواء كان موظف ولا عاطل أو معطل عن العمل. كل شيء كيتشكى في هذه البلاد لأن تم رهنها للمؤسسات الدولية العالمية المالية، وأصبحت الخوصصة هي العنوان الأبرز. نرفض جملة وتفصيلا أن نبيع المدرسة بمقابل 25 درهم زيادة في الأجور بشكل يومي.
قال لك غيزيدوهم 1500 درهم اللي كتقسمها كتلقى 25 درهم لانها مقسومه على شطرين 750 درهم السنه الجايه، وكلها وعود كاذبه. وياما نكثت وعودها هذه الدوله في علاقه مع نضالات الشغيله التعليميه وفي علاقه مع نضالات ابناء الشعب المغربي. تحيه. السلام عليكم. الأستاذ محمد بختي من المكتب الجهوي لتنسيقية أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع. حنا الآن كنتواجدوا في المسيرة الجهوية ديال الدار البيضاء للتعبير عن رفضنا مجددا لنظام المآسي اللي كرهنا كأساتذة في واحد السجن، في واحد الزنزانة. الآن جميع الأساتذة ديال المغرب كيطالبوا بسحب النظام الاساسي، هذه اول مساله. ثانيا الحل ديال الملفات العالقه، لانها ملفات اللي اعترفت الدوله بالمظلوميه ديالها، الا انها لحد الساعه كتسوف وكتماطل وكتغلط الراي العام. لهذا المطلب ديالنا كيبقى دائما هو ترقيه استثنائيه لجميع اساتذه الزنزانه 10 خريجي السلم التاسع باثارات رجعيه اداريه وماليه منصفه. وشكرا. حسين فخر الدين عن التنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه المقصيين من خارج السلم والعضو في التنسيق الوطني. نحن نستمر في الاحتجاجات لان ما جرى يوم 10 دجنبر كان فعلا مهزلة تاريخية كما يدعون، واتفاق تاريخي هو مهزلة تاريخية لأنه لم يستجيب للشغيلة التعليمية لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إدماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي يعطي حق تاريخي للمقصيات والمقصيين من خارج السلم. هذا الاتفاق اللي جاء لسد واحد الثغرة قانونية في القانون النظام الأساسي ديال 2003، وبالتالي فالوزارة الآن بعد ما بينت بأن المسلسل ديال الحوارات المغشوشة كانت فقط فاشلة وليست موضوعية، فاليوم أنها تباشر حوارات أخرى ومع أطراف جديدة اللي هي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة الأكثر تمثيلية التي كان إقصاؤها من 14 يناير إلى الآن، وتبين أنها هي الوحيدة التي تقف إلى جانب الشغيلة التعليمية ومطالبها المشروعة والعادلة. بالنسبة لنا كمقصيين فلا تراجع ولا استسلام ولا تنازل على حق الترقي إلى خارج السلم بأثر رجع إداري ومالي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011. وتحية. معك الأستاذ يوسف قرقري، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي فرع المحمدية. حنا في هذا الشكل النضالي من أمام كانت مسيرة على شكل مسيرة من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بالدار البيضاء، تنعبروا فيه على الرفض ديالنا الكامل لما جاء في الاتفاق ديال 10 دجنبر، الاتفاق المجحف واللي كان بين الوزارة والمحاورين ديالها النقابات ذات التمثيلية، والذي لم يفضي لأي شيء على أساس أن رجال التعليم هما في شكل نضالي ومجسدين الإضراب ديال 4 أيام. دونك احنا كتنسيقيه ولا التنسيقيات المناضله في الميدان عندنا مطالب محدده يمكن نلخصوها في 3 نقاط. المطلب الآني هو سحب النظام الأساسي، ماشي تعديله ماشي تجميده كما تدعي الحكومة، السحب مصطلح قانوني ونجلسوا على ديباجة نظام أساسي البنود ديالو مع الشغيلة التعليمية بمعية الشغيلة التعليمية. المطلب الثاني هو الزيادة العادلة في الأجور كعدالة أجرية بيننا وبجميع القطاعات، تكون عندنا زيادة محترمة وليس الفتات على سنتين 750 درهم على سنتين. هذا لم يكن مطلب الأساتذة. كاين قطاعات أخرى تزادتها 6000 5000 4000 درهم 3000 كقال التقدير، ورجال التعليم 1500، علما أن الزيادة من 2011 ما كانش زيادة في الأجور. المطلب الثالث هو حل جميع الملفات الفئوية اللي تراكمات هذه سنوات. كاين الملفات من 2011 2012، الزنزانة 10، حامل الشهادات، الدكاترة، كاين المقصيين. دونك كاين مجموعة، وليس الحل الجزئي اللي غيخلق لنا مجموعة من التنسيقيات أخرى غادي تكون ضحايا هذا النظام. دونك للعودة إلى الأقسام كأساتذة وجب حل
جميع الملفات ولا النقاط المطلبيه ديال الشغيله التعليميه، وهذا خصو يكون فيه اراده سياسيه ديال الحكومه وديال الدوله المغربيه. تحيه. معكم الاستاذ رشيد بالولي، عضو المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي. هذه المسيره الحاشده جاءت ردا من التنسيقيات على تعنت الوزاره الوصيه والحكومه، تعنتها في حل هذه الملفات الشائكه بسحب النظام الاساسي المشؤوم وارجاعه الى طاوله الحوار. وكذلك هذه الوقفه الاحتجاجيه والمسيره الاحتجاجيه جاءت ردا على تعنت الحكومه. نطالب كتنسيقيات وكنساء ورجال التعليم بكافه الفئات والهيئات وبكافه المتضررين بارجاع النظام الاساسي الى طاوله الحوار وسحبه، واشراك التنسيقيات المناضله والمعنيه بالملفات والمعنيه بهذا النظام الاساسي. نتمنى أن لا تتعنت الحكومة، نتمنى كذلك أن تسحب هذا النظام الأساسي بمرسوم وأن تعيده إلى النقاش وأن تعيده إلى التداول والتعديل بحسب الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم. المرسوم الأساسي المشؤوم هذا جاء ليكرس الفئوية، ليكرس انعدام العدالة الأجرية، كذلك جاء بمهام جديدة، جاء بعقوبات جديدة ليست ضمن العقوبات التي ضمتها أنظمة الوظيفة العمومية. نطالب كتنسيقيات وكتنسيق خاصة التنسيقية الثانوي التأهيلي، نطالب الوزارة الوصية والحكومة لتغليب مصلحة المدرسة العمومية، مصلحة الأستاذ ومصلحة التلميذ ومصلحة الأسرة المغربية، والإنصات لصوت العقل وتحكيم دور التنسيقيات وإشراكها في هذه الحوارات بدون شروط مسبقة حتى يتسنى لنا أن نرجع إلى المدرسة وإلى فصول الدراسة. صالح عبد الإله، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأطور وموظفي وزارة التربية المقسيم خارج السلم، وأيضا أستاذ في السلك التعليمي الأول. إذن أعطي هذا التصريح للتوضيح للرأي العام، والمفروض أن الشغيلة التعليمية عارفة علاش أكيد، وبالتالي لابد من توضيح أن الخروج اليوم لاستمرار المعركة ليس حبا في الظهور وفي في الاحتجاج من أجل الاحتجاج، هو وسيلة حضارية وقانونية وشرعية للمطالبة بتفعيل مجموعة من المطالب أصلا اللي غابت منذ سنين. وبما أنني أتكلم باسم المقسيين لابد أن أشير إلى أن المطلب المشروع ديال المقسيين انتظرناه منذ الاتفاق ديال 26 أبريل 2011، يعني دابا هذيك 12 سنة، وسوي هذا المطلب لقطاعات وتم استثناء وزارة التربية. إذن هذا سلوك فيه إقصاء وتمييز نحتج من أجله. هذا فقط مثال لملف من الملفات العالقة، هناك ملفات أخرى مثل ملف ديال المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم، ملف ديال حملة الشواهد، ملف ديال ضحايا النظامين. إذن الأمثلة كثيرة. إذن هناك مجموعة من الملفات لم يتم تسويتها، وما دامت هذه الملفات مطروحة فمن الطبيعي أن يستمر النضال. أيضا ما وقع مؤخرا بعد انتظار أزيد من سنتين في تكتم وسرية لإخراج نظام أساسي لا علاقة له بالنظام اللي كنعرفوه ديال وزارة التربية اللي كان الاخر ديال 2003 على علاته، فهو نظام يستحق أن نسميه. وبالتالي ملي كان النقاش عليه كان نقاش عمومي، كان كيناقشوه الأساتذة، كان تناقش بشكل علني وليس بنقاش سري. إذن هذا النظام بعدما دار الوجود فهو نظام يضرب الحق ديال الانتماء ديال رجال التعليم للوظيفة العمومية. المثال ديال العقوبات اللي فيه صفحة ونصف ونظام عقوبات لا علاقة بالنظام العقوبات ديال الوظيفة العمومية، والدليل في ذلك هو أنه بعد النقاش وبعد الاحتجاج والتي تقال غادي نحيدوا ذاك العقوبات ونرجعوا لنظام العقوبات ديال الوزارة ديال الوظيفة العمومية. إذن كان من الباب الأولى والأحرى أن يتم الاحتفاظ بنا داخل وظيفة العمومية ونتعامل ونلبي المطالب المشروعة، لأنه كان انتظارات
وبالتالي هذاك التعاقد اللي اصبح يهدد كل المشتغلين في وزاره التربيه، وبالتالي هو مطلب ديال المتعاقدين واصبح يهدد الجميع. اذا التراجع على سياسه التعاقد، تلبيه المطالب، سحب النظام الاساسي، التراجع على الممارسه ديال سياسه الاقتطاعات التعسفيه بغياب قانون هي التي تؤجج استمرار المعركة، والمعركة مشروعة. أما نحن فمكاننا الطبيعي هو أن نمارس عملنا التربوي والتعليمي خدمة لأبناء وبنات الشعب المغربي. إذن بعد هذه المرحلة ديال سنتين بدأت بعض اللقاءات تلو اللقاءات، ولما تم الإعلان عنها يوم الأحد 10 دجنبر واللي هو كيتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فالإعلان ديال النتائج يضرب في الصميم الحق ديال الشغيله التعليميه في هذه الحقوق اللي اختزلتها قبيله، واللي ما لباش الشيء اللي خلاه على انه كان الرفض والاجماع ديال الاستمرار في النضال حتى تحقيق هذه المطالب، واللي خلاه على انه بعد هذا الاستمرار والاصرار تم المناداة على النقابه اللي هي نقابه تمثيليه ولها الحق في ان تكون تحاور وتفاوض. بدأ هذا اللقاء اليوم، ونتمنى أن تكون العودة إلى جادة الصواب للتفاعل مع اللقاء ديال النقابة بحضور وفد يمثل فئات ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم. إذن إن كانت هناك بوادر حقيقية وإرادة سياسية صادقة فمطلوب أن نتعاون جميعا لما فيه مصلحة المدرسة العمومية ومصلحة البلد ومصلحة أبناء الشعب، وكلنا مواطنين نريد الخير لبلدنا ونريد الاستقرار، ولكن وصل السيل الزباء ولم نعد نستطيع أن نصمد أكثر من ما صبرنا عليه، لأنه وصلت الشوكة العظم كما تيتقال. إذن نتمنى خيرا وبالوحدة والتضامن اللي بغينا إن شاء الله يكون، وما لم يحقق بالنضال سيحقق بمزيد من النضال. وتحية صادقة للجميع.